84. سنة الثلاثية العجيبة، سنة الثلاثية الكبيرة. من يعيدها؟ هو يعيدها بصاروخية لا تصد ولا ترد. هدف أول لمصلحة الأسود. الأسود تقدموا، الأسود هاجموا، الأسود حاصروا وسيطروا فسجلوا وتقدموا بهدف أول. الآن هدف أول في المباراة بعض من 84. محاولة أخرى لمصلحة راسك سانتاندير. الله جول أول في اللقاء عن طريق مونيتيز. مونيتيز يسجل أول أهداف في المباراة. والانطلاقة من تطولو ملعوبة كما ينبغي. الكرة مقطوعة والكرة في الأخير لم تكن تبقى كرة خطيرة بالنسبة لفريق اسبانيول. التقدم لفريق اسبانيول. جول من اللاعب كارلوس خيسوس الأرجنتيني بعد ما ضيع في عم الأغلب ريال مدريد والبرسا، والآن ريال مدريد يهاجم، والآن مسعود أوزيل يسجل، والآن النتيجة تصبح 6 مقابل لا شيء. لا أقول رصاصة الرحمة، ولكن أقول أنها مجزرة نصبها أو سرق قامه ريال مدريد على حساب ضيفه المسكين، ضيفه المتواضع راسينج سانتاندير الذي تثخن شباكه بسداسية حتى الآن دون رد. تونيو لا حول له ولا قوة، ومسعود أوزيل. 5 انتصارات في 54 لقاء جمعوا بين الناديين هنا في المستايا في فالنسيا. هنا امامنا استلام وفرصه وهدف، وفرصه وهدف، وفرصه وهدف في اللحظات الاولى من المباراه بعد مرور فقط 3 دقائق. هنا هدف اول في هذه المباراه، هدف مسجل مع بدايه في منتهى القوه عن طريق اللاعب لانزارو امامنا في هذه اللقطه. ماوريسيو لانزارو القادم من نادي ريجينا امامنا، المدافع اللي كان الجولة التاسعة. الكرة موجودة وملعوبة وخطيرة وجول. كريزي جول. هيركوليس يتقدم على الريال. ما وصلت، ما بلغت، ما جاءت الدقيقة الثالثة. وعزف آخر وكرة تصل إلى بيدرو، وعزف آخر من بيدرو يا الله يا الله يا سلام يا سلام على العزف الأول وعلى العزف الثاني وعلى العزف الثالث وعلى الهدف الثاني. شوف كرة القدم الغير معقدة، كرة القدم الجميلة، كرة القدم الرائعة، والعزف من جواهر برشلونة في الكامبانو. شوف ما سوى شيء. كل هذا اللاعبين لعبوا لهذا الفريق، فريق ديبورتيفو لا كورونيا. محاولة من ديبورتيفو لا كورونيا. الهدف الثاني من فريق ديبورتيفو لا كورونيا، يتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 51. هدف رائع، هدف رائع، ودائما مع المجموعة الصغيرة للمشجعين. ويتولى المسؤولية مدرب كبير آخر وهو بيلغريني. تسديدة قوية جدا وهدف مبكر جدا. لم تكتمل الدقيقة، لم تمر أكثر من دقيقة احتاجها خافي ماركيز ليطلق هذا الصاروخ. قاعدة إطلاق الصواريخ الكتالونية، خافي ماركيز يطلق صاروخ قذيفة من خارج منطقة الجزاء. كرة عالية. هدف رائع.
تشولوبو اللاعب الاسبق لفريق لاس رانجرز يتمكن من تعديل النتيجة وهدف جميل. لويس بيريا الى سيماو الى فورلان امامنا بعد الصيام عن التهديد. هنا فورلان، يا فورلان يا فورلان على الكوره والجمال وايه الاداء لهداف كبير وعروض من نادي الملكي وليفربول، ولكن سيبقى لان هذا النجم الكبير البتشيتشي في 2005 مع فياريال وايضا مع اتلتيكو مدريد في 2009 يسجل في هذه الليله. التمريرة الأمامية لكن يبعدها الدفاع، ترجع الكرة تاني تينو. الله، الهدف الرائع الأرجنتيني يسجل تينو، هدف سينمائي، هدف عالمي. تمريرة ايه، استلام ايه، ثم التسديدة ايه، صاروخ في المرمى يجدها كودينا في الشباك. إذا تينو يجب أن تلعب بسرعة، لعبت سريعة، يا سلام يا سلام، هي جول هي جول هي جول هي جول من اللمسة الأولى. الله على هدف الريال الثاني، الله على هدف الريال الثاني. في كل شيء حلو في كرة القدم. الكرة وين كانت، وين أصبحت يا مورينيو؟ عن القائم الايسر، وهذه كرة الثالث في هذه اللحظات. ياتي الثالث لديبورتيفو لا كورونيا ليخلصنا من هذا الملل الذي عشناه طيلة فترات الجولة الثانية. هدف ثاني في هذه اللحظات، رصاصة الرحمة. لا شك جاريدو يعني عنده خبره. هنا امامنا مرور رائع بمهاره من روسي، ولكن هنا الاختراق صعب وعلى طول جاروزيك يبعد الخطوره وتسديده من سنة. على الكوره في الشباك، لم نراها مخرج المباراه، لم يتوقع ان ياتي ماركوس سينا بهذه الكره الصاروخيه في مرمى ليو فرانكو عشان يتقدم هنا في هذه ماركيز اللي يقدم مباراة رائعة اليوم. ملعوبة إلى لويس غارسيا نجم آخر في إسبانيول. ثالث لإسبانيول والهداف الإيطالي الهداف بابلو زوبالدو يحرز هدف الرابع في الليغا الإسبانية، هدف ثالث لصالح إسبانيول في الدقيقة 33 الكلاسيكو على فريق النادي الملكي، فريق ريال مدريد اللي يقدم عروض رائعه هذا الموسم. وهنا كره جديده وهدف جديد. خلاص فيا اخذ كل المفاتيح الى مرمى كازياس واصبح يعرف الطريق جيدا ويسجل الهدف الرابع في هذه الليله. هنا امامنا الحيله غير موجوده لان دفاع ولاعب ريال مدريد امام ايه؟ امام مكر، امام دهاء، امام فن لا يعني يقارن ابدا في هذه اللحظات. فوارق كبيره جدا يزيد في السرعه رونالدو وبنزيما ولا صند يرى يا جول الماجيكو رونالدو فعلا هو المنقذ. انا دا يقول رونالدو هو المنقذ للريال. هم
اللاعبين الكبار الذين يصنعون الفارق في اللحظات الصعبة والحرجة التي يمر بها الفريق. إرادة كبيرة عند كريستيانو رونالدو. لم يلعب مع المنتخب البرتغالي الاول بل مع منتخب الشباب. الكره الان ريوس يعدل جول 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 بيدرو ريوس يسجل بروعه، روعه الاحتفال ايضا في مدرجات ملعب كوليوزيوم مع الفوز بيريز. هدف رائع رائع جدا لفريق ختافي في الدقيقه 19. كرة ملعوبة هدف رائع من فريق مالاغا على الطاير، هدف رائع من البرتغالي إليزو على الطاير من خارج المنطقة 18. مالاغا محاولة خطيرة والدفاع يتدخل تبقى الخطورة دافيد تريزيجيه يسجل هدف رائع، يسجل هدف رائع وبطريقة رائعة. هذا اللاعب الذي أشرت أنه بإمكانه أن يسجل في أي لحظة، بإمكانه أن يسجل في أي لحظة، هكذا دافيد تريزيجيه الفرنسي يسجل هدف التعادل. وكانوتي في أسوأ حالاته الله يا أبياتي بابلو أبياتي يخلي فولو. واللقطة الثانية في المباراة أو الثالثة لأنه كانت واحدة لأشبيليا. كرة بتتنفذ ويلعبها الله جول روعة. هذه من مورينو تسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول. شوف الفرحة بالنسبة للاعبين ولاعبين موجودين بدقة الاحتياط. صحيح أن واحد منهم ركلة جزاء لكن يبقى الوضع وهو تقدم الفريق. الحارس المرمى الضيف يحاول. يا سلام على هذا الهدف. كما ذكرنا قدم تعرف درب المرمى وندر جدا ان تظل هذه التسديدات التي لا ترى ولا تصد ولا ترد فقط للمتابعه والفرجه هذه الكرات. اذا ايجور جابيندو ياتي باولى الاهداف وهدف ما الذي لعب لفالنسيا قبل ان تقدم الى الامام والمرور الناجح. الله جول بعد محاولات ممتازه الحقيقه لختافه. نشاهد امامنا الان هدف جميل لمصلحه ختافه وبالتالي التسديده القويه تمر من إيكار كاسياس وبالتالي ختافه اذا كرة ملعوبة في الأمام. يا حبيبي على استلام. يا سلام
من أجمل ما يكون، لقطة من أجمل ما يكون، ولعبة ما أجملها من لعبة، وهدف ما أجمل من هدف. هدف يدرس استنامة. حاول عن طريق البديل في الشوط الثاني في مباراة اليوم، والكرة قوية، جول جول حلو 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 من البديل كريستيان ستاوني المعار من رجين اللاعب الأوروغواي. شوف محاولة، الهدف الثالث والرائع على ما يبدو اللاعب الذي دخل منذ قليل فاسكيز. شوف كم كانت جميلة هذه اللقطة، كم كانت رائعة التمريرة، والهدف جميل جدا فعلا. فاسكيز معطيات ثاني في البحث عن الهدف الثاني من أجل المركز الأول، يمشي الهجوم، الثاني من ليو ميسي. هذه بنت أفكاري، بكرة هي قمة أشعاري، وهدف من أجل تذكاري. الله عليك يا ابن ميسي، والله منك يا ليو. في 10 محاولات على المرمى، 7 منها بين العارضة والقائمين، وهدف تاريخي، هدف تاريخي لفريق فياريال. تقدم ريكاردو لوبيز ويأتي فريق فياريال بهدف رائع. واحد من الأهداف الجميلة جدا في الدوري هذا الموسم، وادي أمامنا يلمح بشكل رائع جدا الحارس المتقدم ريكاردو لوبيز. سرعة في التفكير، سرعة في الأداء من جانب كاني، وكان يسجل هدفه الثالث هذا الموسم. سجل في مرمى أتلتيكو، في مرمى ومحاول هنا لكرة عرضية تبحث عن رأسية، ولكن حطها. يا سلام على هذا الهدف، هدف يدرس من أجمل أهداف الليغا حتى الآن، من أجمل أهداف الليغا حتى الآن. غريزمان لم يرحم الكرة الماضية، وليس ختافي وحسب، ولكن لم يرحم الكرة الماضية. هذه الكرة لتكويرو أيضا في الناحية اليمنى مع تمريرة ديفيد لوبيز، عرضية من تكويرو، وهدف ثاني رائع، على الطائر في الدقيقة العاشرة. وفرحة هنا أيضا، فرحة من ديفيد لوبيز، يسجل كرة في المرمى، هدف ثاني. وأتلتيك بلباو يبدأ بالهجوم المبكر ويتقدم بهدفين مقابل لا شيء، يفاجئ راسل سانتاندير ويسجل هدف ثاني الآن بكرة عرضية. أكبر مهمة فريق فالنسيا، لكن الخطورة باقية والمعجزة ممكن. الثالث قوس قدوم باتيستا، أكيد سينعش أمام نادي مالاغا. المعجزة تحدث، الأصعب يحدث، السيناريو الذي لم يكن يتمناه وينتظر مونا يدري. الحل من الخبرة البرازيلية، باتيستا قدم دابو، يهيئ بينية خطيرة، لويس فابيانو يراوغ بروعة، فابيانو يصور بشكل رائع. أجمل أهداف اللقاء بالأقدام البرازيلية للويس فابيانو، هدف برازيلي 100% لراقص الساقة لصاحب الهاتريك في هذا اللقاء. وصر فابيانو في بداية هذه المباراة أن يطبع اسمه بشكل واضح على أحداث هذا اللقاء، وهو يتوج نفسه وينصر نفسه. نتائج لديبورتيفو لا كورونا على اشبيليا. هنا تأتي التسديدة، الله يا الأسعد، الله يا ابن الخضراء. الأسعد نووي يأتي بهدف وتسديدة مع الدقيقة 15. انطلاقة لكرة لصالح ديبورتيفو، والتمرير بكرة أيضا في اتجاه المرمى تماما، وفي مواجهة إلى ميسي. الحصار يعني يحاول فك الحصار، وادي امامنا ميسي. شوف الهدف اللي هيجيبه ميسي. يا كورة ادي امامنا، كورة لم تطوعه كورة طوال 87 دقيقة، لكن ولما لا تطوعه، وهو ملك الابداع
وصاحب أحلى الحلول، بل هو صاحب المعجزات في كرة القدم إذا شاء أن نقول ذلك. وبالفعل هنا ميسي باتجاه التعادل، إلا لو كان لروسي رأي آخر، إلا لو كان لروسي مش ممكن. بالفعل لروسي رأي آخر مدهش يجبرك على الدهشة دائما. روسي يفعل أشياء لا تتوقعها أبدا. من أين يأتي بهذا السحر جوزيبي روسي؟ كرة مستحيلة من زاوية مستحيلة، لكنه يلعبها بطريقة جميلة. يسجل الإيطالي هدف لفياريال غالي، يسجل روسي هدف رائع. سقط وتعمد السقوط على أرضية الملعب. هنا كاكا إلى رونالدو يتخلص، ممكن الآن يسدد. جول ثاني للريال، الهدف رقم 49. كاكا كريستيانو رونالدو إذا يسجل الهدف بالشكل رقم 23. نعم الريال قادر على التسجيل. 2 في هذا الملعب للبارسا. ميسي هدفين وإبراهيموفيتش هدفا، وكرة فيها إلى ميسي يتقدم. ما راحت الأمور بعيد، ما تأخرت كثير. لبسة هذه المرة المعتادة. تحدث مع الحكم عن الاشتراك الدفاعي عن زملائه، لكن لا الاخر يسجل تيدو كوستا بالفعل الهدف الثاني لفالنسيا. هدف جميل، وهذا هو الهدف الرابع لتيدو كوستا. البرتو تيدو كوستا الارجنتيني يحرز الهدف الثاني لفالنسيا والهدف الرابع له شخصيا في هذا الموسم في الليغا الاسبانيه. تيدو كوستا الذي انتقل الى فالنسيا من مومبلييه الفرنسي. يمشي ممتاز عن طريق كاسترو يدخل على اليسار، يبعد على بيكيه، يراوغ. مش ممكن والهدف الاول يا اخي. خون سبورتنج يفتح باب التسجيل مرة من هنا، سجل من هنا، دون من هنا، كتب اسمه هنا. بانالي يعشق الفريق الاحمر والابيض، وعشاق الحمراء والبيضة يهللون غير مصدقين ان السيناريو في 1-0 لناديهم لحبيبهم سبورتنج. فارينوس يصادق سيركونيس. يا سلام على الهدف. التعديل ياتي بهذه الطريقة، أجمل ما في المباراة هدف اللاعب فارينوس، سدد مباشرة. ياخذ كرة ميسي يرجع يعطي باس، الله على الاسرار يا فيا، والتعادل الكتالوني. معلم يا سفاح، انه دراكولا العهد الجديد، دراكولا العهد الكتالوني. فيا يتعادل في 80. الله على ميسي، الله من صناعة ميسي، الله على اصرار ميسي، الله على دفاع ميسي، الله على مداهمة ميسي، والله على اللوب يا فيا. هدف رائع، هدف جميل. التنفيذ من الفارس، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى يسجل. أرازوبيا بالراس يخطف التعادل للديبور. أرازوبيا يسجل لقطة اليوم للديبور، ويسجل هدف التعادل في الوقت القاتل، في الوقت بدل الضائع، مع الثواني الأخيرة، بل الثواني الإضافية على الوقت بدل الضائع. مبابي انطلاقة، فرصة خطيرة الميريا. مبابي يتقدم إلى بياتي والتصويب رائعة في شباك بابلو بياتي، نجم الميريا في هذا اللقاء، نجم الشوط الأول، اللاعب الأرجنتيني الشاب الموهوب ابن 21 يضع الكرة بأجمل طريقة، بأجمل صورة، ويبدأ الشوط الثاني بطريقة مثالية للميريا. ملعب هو أمامنا
هنا بيدافع ب9 لاعبين، يبقى فقط اللاعب ويبو في الامام. اتلعبت حلوه قوي ميسي الاستلام. ايه ده المهاره دي؟ ايه المهاره دي؟ ادي اكثر من في الملعب، لكن اكثر من في الملعب مهاره واكثر من في الملعب قدره يلعبها براسه. اذا كان قدم هذا اللاعب دائما تسجل، لكن راسه ايضا تسجل. جايب هدفين بالراس هذا الموسم في اطار الدوري، صاحب مهاره عاليه جدا في هذه الكره وفي هذه اللقطه. كرة أخرى مرفوعة قائمة الثاني، بيروت يرجع لنيجريدو، هدف جول! الفارو نيجريدو يفتح مجال التسجيل لإشبيليا 4 دقائق قبل نهاية الشوط، في وقت عاد فيه فريق إشبيليا في ال10 دقائق الأخيرة. الأتليتيكو لم يسجل، إشبيليا في أول أخطر فرصة أو ثاني أخطر فرصة يفتح مجال التسجيل من تسديدة قوية جدا جدا جدا. ونيجريدو يلتحق بفابيانو ويصبح أيضا كرة انفراد جول حسبها حكم اللقاء سيرجيو غارسيا. الكل يحتفل وسيرجيو غارسيا يسجل ثالث اهداف في الليغا الاسبانيه هذا الموسم وثاني اهداف اسبانيول في هذه المباراه بانفراد. سبق والتقيا ايضا في جولات عده، لكن في الجوله رقم 26 الله 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 الله، هدف عالمي، هدف جميل لمصلحه نادي ليفانتي، هدف جميل لمصلحه نادي ليفانتي عن طريق اللاعب ديلهانو، الخبره ديلهانو، النجم الكبير ديلهانو، صاحب 30 سنه ديلهانو. ليرين موركا شفناها كتير في الشوط الاول، الان الهدف الاول اخيرا ويبو وبدون ان يدفع نص عمره. بيير ويبو يقبل بوتشيتينو الان على الهجوم. جمهور مايوركا، جمهور ايه دول؟ 5 4 افراد من جمهور مايوركا. لاعبي مايوركا اقوى وافضل ايضا، وكره ملعوبه ممتازه والتسديد من بابلو هرنانديز. هدف التعادل، هدف التعادل بعد دقيقتين فقط، وفي الدقيقه 33 ياتي بابلو هرنانديز ويسجل هدف التعادل من كره ممرره الى اكيد ادورين الذي ياتي بانطلاقه في عمق الدفاع. يضرب فريق الاتلتيك في كرة تجي أنطونيو ريس، يدخل أنطونيو ريس الاتلتيك يحاول يسدد ممتازة، والهدف الأول الرائع، هدف عالمي من أنطونيو ريس، هدف عالمي من ريس، الهدف الأول لفريق اتلتيكو مدريد. إذا في أقل من 5 دقائق الاتلتيكو ينجح في فتح باب التسجيل والتأكيد على طموحاته في الاقتراب أكثر فأكثر. 5 أهداف في الليغا هذا السيزون. تنفيذ شاهدوا اللاعب ماريو، التسديدة ستكون بقوة، محاولة بقوة الاستعمال والتسديد. التعادل من فياريال، نعم انها لحظة التعادل، ولذلك سبقت في الحديث عن المخالفة هدف جديد لروسي، هدف رقم 14 الطلياني ولد اتلتيكو مدريد. العلوة التي لم تجد من يتابعها، وادي امامنا اللاعب مبابي. تعليق حلو، التعليق حلوه الكرة بهدف رائع عن طريق اللاعب كروسات. يمكن الثالثة هي الثابتة. كروسات امامنا كان له في الشوط الاول كورتين من نفس الطريقة وبنفس الطراز، المرتين كان باليسار، المرة دي بالقدم اليمنى. من جانب اللاعب مارتي، بعد ذلك تعود من جديد وتجدد أول باللقاء إذا يأتي لصالح ليفانتي. أول أهداف في المباراة، والو يسجل
يسجل أول أهداف اللقاء ليعطي الأفضلية والتقدم لصالح. مراوغة جميلة والتسديدة يا سلام على هذا الهدف الجميل، يا سلام على هذا الهدف الجميل. الهدف الجميل جاء من ديربي من احسن اللاعبين على ارضيه الميدان، هدف ولا اروع. شاهد كيف المراوغه ثم التسديده الرائعه. الحالي هنا امامنا الكره تعود الى فيا على طول انطلاقه في العمق، لكن على طول كره ترتد وتسديده حلوه 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 حلوه. يا على الكره حلوه. شوف امامنا داني ألفيش اللي يسعد الجميع بهذه التسديده التي لا تصد ولا ترد. سجل في اشبيليا فريقه السابق وسجل اوروبيا في باناثينايكوس، لكن هذا الهدف هو الاجمل، هو واحد من اجمل اهداف هذا النجم داني ألفيش في الموسم السادس. 5 أهداف في موسمه الاول. ولم يتردد ديجوزمان وراميس صاحب الهدف امام ليفانتي. ما زال الحائط البشري يتحرك وديجوزمان لم يقرر بعد. ديجوزمان جول ريال مايوركا. اي استقبال للحارس لفرانكو، اي استقبال للارجنتيني. ديجوزمان الكندي يسجل اول الاهداف وباولو دا سيلفا مع انطلاق الشوط الثاني، لكن يعني مرور الوقت في تقدم فريق أوساسونا وتسجيل الهدف الثالث غير الامور، والهدف الرابع بطريقه اكثر من رائعه. اجمل الاهداف في لقاء اليوم، واوساسونا يسجل انتصار عريض خارج ميدانه، هذا حتى الدقيقة 67 وهدف جديد عن طريق لاعب سولا. كيكي سولا يحتفل بهدفه بطريقته الخاصة، يستحق هذا الهدف الاحتفال لأنه بأروع طريقة بأجمل صورة بكعب القدم، بينما صيحات الاستهجان تأتي من جماهير هيركوليس. يصل إلى النقطة رقم 33 وإذا والله في 3 نقاط كل بعد أحلى لاعب خلانا خطيرة خطيرة خطيرة. جول مب لريال مدريد، ولكنه لسبورتنج خيخون. سبورتنج خيخون المدينة، سبورتنج خيخون النادي، سبورتنج خيخون المدينة الصغيرة. لإبعاد في وسط الميدان أوتشي ومامي وتصويبة عشوائية كما جاءت الكرة داخل الشباك. لم نكن ننتظر في هذه اللقطة، حتى المخرج لم يكن ينتظر في أن تصل الكرة بهذه الكيفية إلى مستقرها داخل الشباك. تصويبة عشوائية كما جاءت الكرة صوبها، هو كان يريد أوربايز كان يريد أن يبعد الكرة، أبعدها لكنها جاءت داخل الشباك. سنرى اللقطة بصورة البطيئة. فرصة كانت، شوف الكرة كان ارتقاء، محاولة إبعاد الكرة. لصالح نادي ملقا، وهنا عشاق الموجودين بلون ازرق بكل تاكيد فرحه للاعبي نادي ملقا بهذا الهدف الذي ياتي الان في وقت مواتي ومناسب بكل تاكيد. سباستيان فرنانديز اذا ياتي بالهدف، اللاعب الاوروغواياني. وعلى شقيقه دعوة قضائية من أجل طردهما من المنزل. سأواصل الحكاية بعد حكاية رونالدو. يا سلام، جول من رونالدو، هدف ثالث وأي هدف بكل براعة وبكل روعة. هدف رائع جدا يسمح لرونالدو بلعب المباريات المقبلة في أحسن الأحوال معنويا.
3-0 للريال في سان ماميس على اتلتيك بلباو. النتيجة لم يكن يتوقعها أحد، لم يكن يتوقعها أحد. والانطلاق على الجهة اليسرى عن طريق ديغو كوستا، وصلته في أحسن الظروف. ديغو كوستا من عند أجويرو، أمام زوج لاعبين. ديغو كوستا إلى ملعب صعبة لفيليبي، هدف جول من أروع ما يكون. فيليبي اللاعب البرازيلي المدافع الايسر يفتح مجال التسجيل لصالح اتلتيكو مدريد بكيفيه رائعه وجميله جدا، واول اهداف المباراه لصالح فريق اتلتيكو مدريد. كم كانت التمريره الرائعه. فيليبي كاسميرسكي يفتح مجال يرجع الى نصف ملعبه يدافع امام ضيفه القادم للدرجه الثانيه، وربما عاد اليها وميسي ياخذ الكره الان ويسجل الهدف الثالث وينهي المباراه ليو ميسي ويستعيد صداره الهدافين 3-1. ميسي يقبل شعار البرسا وياخذ صداره الهدافين ب 29 هدف، وبينما كان الميري يحاول يعني يكاد يكون هذا الهدف الوحيد لميسي من هجمه مرتده. هدف الهجمه المرتده برشلونه معظمه في نصف ملعبه، وميسي يسجل في الدقيقه الثانيه من الوقت الضائع الهدف الثالث للبرسا والثاني له شخصيه في هذه الامسيه، وثلاثه اهداف مقابل هدف واحد. تبقى نتيجه معقوله رقميا. هجوم سريع اذا ياتي من الجهه اليسرى من ملعب المباراه. المحاوله لا تزال قائمه. عاد الكره بشكل سريع هنا، انطلاقه وتسديده قويه. جول اول في اللقاء لصالح سبورتنج خيخون. اول اهداف اللقاء اذا ياتي كوافاس. تقدم اتاك من فيردو الاسبانيولي، حط كره ممتازه، فرصه تعادل ولا اروع التعادل الثاني. اوسفالدو الايطالي الارجنتيني يتالق ويضرب للمره الثانيه الحارس داخيا. هذا اجمل هدف المباراه، هدف بسيكا من اسبانيول. مش ممكن على روعه الاداء الكتالوني من هجمه اخيره لهدف ثاني للتعادل. اوسفالدو يتعادل، اوسفالدو يسجل هدف. يستعد للتنفيذ امامه جدار دفاع فريق هيركوليس. استرادا الهدف الاول. روبن سواريز استرادا يفتتح التسجيل في الدقيقة 5 من شوط المباراة الأول. بابتيستا سدد، يا سلام يا الله على هالكرة الجميلة والهدف الرائع. هدف رائع، ولا أجمل ولا أحلى ولا أبدع ولا أروع. ممكن يكون أجمل أهداف الأسبوع. بابتيستا بالدقيقة 32. أو فيليبي بتنفيذ هذه المخالفة. فيليبي إلياس با 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 جول. يا له من هدف في منتهى الروعة من اللاعب إلياس، يفتح مجال التسجيل لصالح على أتلتيكو. هدف ولا أروع منه. في كرة مباشرة على المرمى يحولها إلى كاكا يراوغ، كاكا يمر وكاكا يسجل، وكاكا يرفع النتيجة إلى 6-1 في الدقيقة 62. وكاكا يتألق، وثاني أهداف كاكا في هذه الأمسية، والهدف السادس لكاكا في مجمل الليغا، والرابع منذ عودته من الإصابة قبل 3. سجل 34 هدف، سجل كوكاكو 39 ايضا هجوم، وليس بالهجوم القوي. ولا فرصه كبيره وهدف اول، هدف اول لمصلحه جوفاني دوس سانتوس، يبغي اول اهداف اللقاء في شباك الحارس خوان كالاتيود مع عرضيه داخل منطقه الجزاء وخطا في الرقابه الدفاعيه يستغل المكسيكي الشاب المكسيكي القصير جوفاني دوس سانتوس ويسجل على يمين حارس المرمى خوان كالاتيود. الدعامة
قوية بالنسبة للحارس كويت. هنا محاولة ملعوبة بمنطقة الجزاء، راسية ابن سب البراكيل يرقص على أرقام المسية ويسجل جوناس هدفا ثانيا في مباراة اليوم. برافو جوناس، ليس كذلك يا كلاوديو، برافو برافو جوناس، ليس كذلك يا كلاوديو، برافو. يتقدم وهجمه لريال مدريد، كريستيانو رونالدو الى كاكا، الى مسعود اوزيل، الى كاكا يستطيع التصويب، بالفعل يسجل هدف ثاني. ريكاردو كاكا يسجل الهدف الثالث والسابع له هذا الموسم، ويبدو ان ريال مدريد عازم على ان يتم مهرجان اهداف جديدا في ملعب اشبيليا كما فعل في ملعب فالنسيا. يعني فرق المقدمه في الليغا الاسبانيه تتساقط، تتهاوى امام الريال والبرسا. هذا كاكا والهدف الثالث ممتاز، ممتاز، هدف عمل تكتيكي ممتاز. هنا يشكر الله. مرة مع بيرن شوتر ومرة مع فابيو كابيلو. انطلاقة مرة أخرى لمسعود أوزيل، جول جول رقم 34 لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو بالرأس هذه المرة مع مواطن البرتغالي، مع الأنصار ومع المشجعين. الهدف الأول الكرة الرأسية، هو تعود أنه والله التسديدات القوية، الكرات الثابتة، لكن هنا الهدف الرأسي. هو إرسال كرة أو تصويبها مباشرة، صوب داخل الشباك، داخل الشباك، ومن أروع ما يكون من جافي. روعة في التصويب وفي التركيز وفي رؤية الكرة وهي تستقر داخل شباك الحارس. برافو كلاوديو الحارس الشيلي. إذا جافي يفعلها ويبني الهدف. مالك هل سيستغل عاملين الارض والجمهور؟ لمكانش عرضيه خطيره، امكانيه تسجيل هدف رائع، هدف بابتيستا مقصيه في محلها من هذا البرازيلي. الوحش بابتيستا يعلن عن التقدم لمالكا. مالكا بفضل هذا البرازيلي يتالق باللقاء الاخر، وبابتيستا يفتح ويفتح بمقصيه هائله، يعلن عن رغبه مالكا في تحقيق الانتصار الخامس على التوالي. الوسط لصالح الرفقة، سينابا يسقط وتعود لألونسو، ساراكوستا يفعلها، ساراكوستا يسجل أول هدف المباراة. ترى خطأ في التمرير من لاعب الوسط في فريق اسبانيول. ميشيل بيريرا، ميشيل بيريرا يراوغ ويمر ويقول يسجل هدف التقليص 3-1 بعد عمل جبار قام به اللاعب ميشيل بيريرا. ميشيل بيريرا الفرنسي، مراوغات عديدة، التوغل يعني المراوغة الأولى. معنا الضغط كان داخل منطقة الجزاء، خطأ أيضا ينفذ، ملعوبة الكرة، جول. مجابي يسجل أول أهداف في اللقاء لصالح فريق ريال ساراغوسا. الهدف الأول، ومتى ابتعاد عن هذا الهدف؟ هل هذا الهدف اللي يجعلهم يبقون ضمن أندية الدوري الدرجة الأولى أو لا؟ الهدف الأول إذا 9000 ومتفرج في عز الأزمات، في أزمة يمر فيها فريق أوساسونا، التسديدة من بعيد والكرة جول. أوساسونا يسجل، أوساسونا يغلب فريق فياريال بتسديدة بعيدة المدى، لكن هذه التسديدة تؤكد وتقرب أوساسونا بالبقاء في الدوري الأسباني.
اجويرو بالشعر العقاري. هذه الكرات وهذه اللعبات، شوف الاستلام للارجنتيني ما اروعه، تمرير لا تسلل لا غبار عليها. المنتخب الأوكراني يواجه نظيره الإنجليزي. دور المجموعات من بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حصريا على الجزيرة الرياضية +4 وقناة HD1 اليوم في الأوقات التالية.